هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة انا هتكلم عن توبيك مهم جدا جدا جدا، وانه ازاي نبتدي الكيرلي هير جيرني بتاعنا. ازاي نعمله، ازاي نبتدي فيه، ايه المنتجات اللي احنا هنحتاجها. فيلا بينا. طيب، اول حاجه انا هتكلم عليها انه احنا لو شعرنا بايظ، يعني لو عندنا حتت مفروده، يعني مثلا الحته دي مثلا كلها كيرلي، وبعد كده عندك الحته دي كلها مفروده، هنعمل فيها ايه؟ طبعا انا ده الحل الوحيد اللي انا شفته بالنسبه لي بصراحه، لان انا كمان عشرة 5 سنين تقريبا في الكيرلي. المفروض ان احنا نبتدي نقص الاطراف. طبعا انا مش هقول لكم مثلا انه لو الناس شعرها كيرلي من هنا فتبتدي ان هي مثلا ايه تقص كل ده، لا. في ناس بتبريفير ان هي تاخد الموضوع ستيب باي ستيب. يعني ايه؟ كل 3 شهور نبتدي نقص طراطيف من شعرنا. طبعا الموضوع مش هيبقى حلو في الاول، لان المنظر مش هيبقى الطف حاجه، بس ده لو عايزه توصلي لاحلى شعر انتي هتحبيه في حياتك، هتحبي نفسك اكتر. الكيرلي بيليق على فكره على حاجات كتيره جدا، ف it's worth it. طيب، انا خدتها كله مره واحده. يعني انا قصيت كان مثلا الكيرلز هنا بتاعتي، طبعا انا خدت وقت، قصيت تقريبا كل ده. يعني انا كان شعري طويل، كان ستريت، لسه كنت عامله بروتين، فكان كل ده انا قصيت. وبعد كده لما جيت البيت انا كملت فيه بصراحه بالمقص. فالموضوع ما كانش لذيذ خالص، منظري كان بشع في الاول. طبعا سنين الكليه بالنسبه لي كانت منظري بجد كان فظيع. لكن بعد كده طبعا هقول لكم ازاي بعد كده تطولوا شعركم، لانه انا عارفه الموضوع بيبقى بياخد وقت طويل وكده، بس فان شاء الله يعني الموضوع هيبقى تمام. تاني ستيب عندنا، بعد ما هنكون قصينا الطراطيف هنبتدي ايه؟ نبتدي ان احنا نعمل حاجه اسمها كيرل تريننج. يعني ايه؟ ابتدي دربي الكيرلز بتاعتك انه تبقى واخده شكل الكيرل باترن. في ناس شعرها مثلا ويفي، في ناس مثلا شعرها تانية بتبقى كويلي وكيرلي، ففي كذا نوع. فاحنا المفروض نبتدي ان احنا ندربه. احنا مثلا قاصين كل الاطراف، فاحنا الاطراف بقى الجديده بقى اللي جت عندنا نبتدي بقى ان احنا ندربها في الشاور. ازاي؟ هنجيب كونديشنر او ماسك مثلا، هنحطه على شعرنا ونبتدي ان احنا نعملها تويست، يعني نلفه او ان احنا مثلا نضفره. طبعا مع الوقت الموضوع جاب نتيجه. في ناس تقول لك لا، جو الكيرل تريننج ده ان انت تدربي شعرك ان هي تاخد شكل الكيرلز، دي اصلا حاجه مش موجوده والكلام ده كله، بس انا مجرباها وده اللي نفع معايا وده شعري دلوقتي. تالت حاجه، ايه هي الحاجات اللي انا المفروض تكون عندي؟ طيب، كأي حد لسه بيبتدي كيرلز جديدة لازم يكون عندنا البيزكس، الأساسيات. طب إيه هي الأساسيات؟ لازم يكون عندك ليف إن، و this is a crucial step. ستيب مهمه جدا جدا جدا. انت لو ما عندكيش ليف ان شعرك مش هيكيرلي. في ناس اوتوماتيكلي شعرها بتكيرل، اوكي، دي بتبقى طبيعه شعرها، لكن احنا معظم الناس هتلاقي شعرنا بقى قد كده شبه الجوريلا. يعني لو سرحتيها مثلا بعد ما طلعتي مثلا من الشاور او حاجه هتلاقي شعرك بقى قد كده. فالموضوع بصراحه مش حلو خالص. فالليف ان هو اللي هيظبط الكيرل باترن بتاعتك. طيب، ايه تاني حاجه المفروض نجيبها؟ الجل. الجل ده برضو ساعات ممكن تستخدميه وساعات لا، بس انت لو خصوصا لسه في الاول وعايزه شعرك لسه ان هو يتمكن من الموضوع شويه، حطي الجل، لانه في بيبقى فتره هيشان، خصوصا لو جو فيه رطوبه او حاجه وحر، هتلاقي شعرك بجد زاد. غير طبعا الشتاء، الشعر في الشتاء بيبقى نايم شويه، لكن في الصيف مع الحر والعرق وكده فالموضوع بجد يعني لا، لازم نتمكن منه بالجل بصراحه. ده بالنسبه للجل. طيب، ايه الحاجات التانية اللي انا برضو هحتاجها؟ الاساسيات بقى التانيين بقى، كونديشنر، هير ماسك، لازم يكون عندك شامبو يكون فيه سلفيت، واحده ما فيهوش سلفيت. هقول لك ليه. لازم ليه يكون عندك شامبو فيه سلفيت؟ لانه انت شعرك مع الوقت هيحصل له بيلد اب. يعني حتى لو انت بتحمي مثلا راسك او حاجه، برده ستيل انت لو عملتي ضوافرك كده هتلاقي ان في بيلد اب في ضوافرك، فده مش هيروح غير لو انت استخدمتي حاجه فيها سلفيت. فهو مش مضر للشعر خالص. انا مش بقول لك مثلا ايه استخدمي مثلا السلفيت دي كل يومين 3، لا لا، انت ممكن تستخدمي السلفيت دي مره في الاسبوع او مرتين في الشهر ماكسيمم. تمام. في ناس بتستحمى شعرها كل يوم بسلفيت، فمش مشكله، انت جربي شوفي what works with your hair. بس انا مثلا بستخدم، بس طبعا ده للقشر، يعني حاجه اسمها ديركوس.
تحفه تحفه تحفه. هو بيشيل كل حاجه اصلا، انا مش محتاجه ان انا اجيب مثلا شامبوهين او حاجه، انا بستخدم ده بس. هو في سن تنشيفه في الموضوع، بس هو بجد بينظف فروه الراس بطريقه حلوه جدا جدا جدا. فانا بريكومند الموضوع ده. هخش في حوار البرودكتس اللي نجيبها ايه بعدين، بس نبتدي بس في اللي احنا بنتكلم فيه. شامبو يا تجيبي واحده سلفيت واحده مش سلفيت، تمام. ليه؟ لانه مثلا في ناس بتحمي شعرها مره في الاسبوع، او مره كل مثلا 4 ايام. فانت اكيد مش كل شويه هتقعدي تحمي شعرك، بس انت شعرك هينشف. لو استخدمي شامبو كل شويه سلفيت شعرك هينشف، تمام. بس لو انت مثلا قعدتي اسبوع مثلا وحميتي شعرك مره في الاسبوع، وعلى فكره اتس توتالي نورمال للشعر الكيرلي ان هي تحمي شعرها مره في الاسبوع. يعني مثلا الشعر الستريت لا، هم بيغسلوا من كتر ما شعرهم بيزيت، فهم بيستخدموا مثلا شامبو كل 3 بيحموا شعرهم كده كده كل 3 ايام عشان هو بيزيد بسرعه، فده طبيعتهم. لكن احنا كشعر كيرلي نادرا قوي لما تلاقي حد من شعره مزيت. يعني هي المشكله كلها ان هي في فتره الهيشان، وانه الكيرلز حتى بدات ان هي تهيش، فعشان كده احنا بنغسله. وطبعا عشان كمان فروه الراس تبقى نظيفه. بالنسبه للشامبو فانتي تستخدمي، لو انت هتحمي شعرك كل 4 ايام مثلا فور اكزامبل، يبقى تستخدمي شامبو ما فيهاش سلفيت، تمام. لكن لو هتاخدي شاور مره في الاسبوع، لا يبقى جيبي احسن سلفيت وجربي برضو ستيل. بعد كده نركز قوي 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 في الهير ماسك، لانه هو ده اساسا اساس شعرك. انت الترطيب كله هيجي من الهير ماسك بتاعتك. ليه؟ هو مهم جدا جدا جدا. في ناس بسبب ان شعرها بتبقى دراي، بتبقى ناشف، تحسي ان هو مش عايزه اقول اكرت بصراحه، انا ما بحبش الجمله دي خالص في الكيرلي، بس اللي هو تحسيه شبه غسيل المواعين بجد. الحته دي بتبقى اطرافها ناشفه وتحسيها مش ما فيهاش لمعه. فبجد الموضوع ده بيفرق قوي خصوصا للشعر الكيرلي. ف invest in your hair mask. جيبي هير ماسك نضيف يقعد معاكي. ممكن في ناس مثلا ما بتقدرش في انواع هير ماسكس معينه عشان بتكون غاليه، وفي اللي بيبقى رخيص وما بيعملش حاجه. انا المره الجايه هقول لك ايه الهير ماسكس اللي تجيبيه، وايه الهير ماسكس اللي انت لو محتاجه مثلا حاجه تكون في حدود البادجت بتاعتك، مثلا ما يبقاش غالي قوي، هقول لك برده عليها المره الجايه. الهير ماسك ده مهم جدا جدا جدا، اتليست مره في الاسبوع اتليست. مش قادره مثلا لو انت مثلا بتحمي شعرك مثلا في مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع على الاقل تعملي هير ماسك عشان شعرك يفضل مترطب وما يبقاش ناشف، ده المهم. طيب كونديشنر برضو مهم، بس طبعا مش زي الهير ماسك. انا بالنسبه لي الهير ماسك اقوى واحسن. الكونديشنر دي تقدري تقولي ان هي بتغفليه. انا نسيت انا نسيت بتقفلي الهير في الاخر، اللي هو كانك بتحافظي على الترطيب بتاعته، فاهمه؟ زياده مويستشر يعني. بس لو عايزه تكتفي بالهير ماسك مفيش مشكله. فعلى حسب، لو عندك وقت اوكي ممكن تستخدمي هير ماسك وكونديشنر مع بعض، لو ما عندكيش اكتفي بالهير ماسك بس. ده كروشال، ده لازم. دول الحاجات المهمين كبدايه للكيرلي هير جيرني. ويا رب ما اكونش اتكلمت كتير بصراحه، عشان دي تعتبر اول فيديو كده في الموضوع جديد عليا، فيا رب ما كنتش ركيت عليكم كتير. واي هوب ان انتوا يو انجوي اول ابيزود في انه ازاي تبتدي الكيرلي هير جيرني بتاعتك. وان شاء الله اشوفكم المره الجايه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، او اي حد عنده اي كومنت يا ريت يكتبها تحت، وانا المره الجايه هتكلم في اي حاجه انتوا عايزينها. ف باي باي.